بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن أحدث طرق الغش في الحمام اللحم الفرنساوي، واسمها أنا سميتها يعني طريقة غش الضفدع. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده مع بعض، وبعد كده نرجع معاكم. كان يا مكان، وفي سالف العصر والأوان استيقظ أبو صدام على رسالة من أحد الأصدقاء تحمل في طياتها لينكا، وعندما تم فتحه اتضح أنه فيديو لأحد الأشخاص المشكوك فيهم يعرض حماما مستوردا. طيب شفنا الفيديو ده مع بعض، ودي طريقة لغش الفراخ البيضة، تمام؟ وهي لزيادة الأوزان، يعني عايزين نزود وزن الفرخة البيضة شوية، فنقوم نجيب سرنجة بمية ونحقنها في لحم الصدر ولحم الورك. وملحوظة يا جماعة، الفراخ اللي بتتحقن بالمية في أنسجة اللحم، المية دي ما بتخرجش إلا عند قطع الأنسجة اللحم دي، تبدأ تنزل مية. غير كده لو انت شفت الفرخة كده قدامك هي ما بتنزلش مية، هي خلاص الأنسجة اللحم احتفظت بالمية اللي اتحقنت بيها. ومن ضمن يعني الحاجات اللي بيعملوها عشان الفرخة بتبقى لسه مذبوحة، بتبقى لسه سخنة، يقوم يحقنها بسرعة ويجي حاططها في مية ساقعة. في ميه ساقعه الفرخه المسام بتتقفل على الميه والموضوع كده انتهى. الحاجه اللي بيحقن بيها دي اسمها البزامه، اللي بيتحقن بها الفراخ في الفيديو اللي احنا شفناه ده اسمها البزامه، سواء بيبقى معدن او بلاستيك، هي المهم ضغط عالي، ميه ضغط عالي، وبتقعد يحقنوا بها اللحم بتاع الورك والصدر بتاع الفراخ. ايه علاقه ده باللي احنا بعنوان فيديو النهارده وطريقه الضفدع وكده؟ للاسف انا حد بعت لي لينك لفيديو لاحد الاشخاص المربين يعني، وهو مشهور على الفيس شويه، واحنا كنا عملنا عليه فيديو سابق بعنوان ده انت نصاب عالمي، وللاسف هو لسه برضه ما انتهاش ولسه ما وقفش ولسه مكمل وبيجيب افكار جديده. يعني هو دماغه شغاله، بس للاسف شغاله كده مش شغاله في اليمين خالص يعني. فللأسف استغل نفس الطريقة اللي احنا شفناها في الفيديو حالا، وعملها في حمامة مذبوحة عشان يوهم الناس ان هو عنده سلالة حمام مستوردة. طيب احنا طبعا احنا متفقين في كل الفيديوهات اللي احنا هنعرف الناس فيها بحاجات عن ناس بتنصب، احنا مش هنذكر اسامي حد، لكن هنعرف الناس بطرق النصب في الغية اللي احنا كلنا بنربي حمام وكلنا غواه، فاحنا عايزين نعرف طرق النصب الجديدة. عشان كده انا بطلع في فيديوهات اقول ومن ضمن برضو انا ما عملتش الفيديو ده الا في بعض الاصدقاء المقربين يعني، هم اللي شجعوني اعمل فيديو ده، لان انا ما كنتش ناوي اعمله اصلا، وكنت ناوي اكبر دماغي في الموضوع نهائي، ولكن برضو ده منكر، واحنا هنحاول بلساننا نغير المنكر اللي احنا بنشوفه ده. وانتوا يا جماعة اي حد يشوف الفيديو، لو انت شايف ان الفيديو ده بيبقى مفيد للناس المبتدئة او لكشف الحركات اللي النصابين بيعملوها او كذا، لو شايف ان احنا لما نلاقي حاجة غلط بتحصل نطلع نقول عليها، اكتب لنا في التعليقات ايوه كمل في الموضوع عادي، احنا كده ما بنذكرش اسامي حد يعني. فاحنا هل نعمل فيديو زي ده تاني لو شفنا غلط بيحصل من بعض الاشخاص، نعمل تاني ولا ما نعملش؟ وعلى حسب الاراء، لو الكتير هنمشي عليه، لو قلتوا ما عادش ليك دعوه بحد وكبر دماغك وخليك في حالك وفي غيتك، خلاص هنمشي عليها. لو التعليقات الاكثر ان احنا نكشف النصابين او نتكلم عن طرق النصب وكده هي الاكثر، هنمشي معاهم برضه. يعني خلينا احنا ديمقراطيين ونمشي مع الاغلب. تعالوا بقى واحده واحده كده مع بعض. اول حاجه كده هنعملها هنسمع الفيديو ده. هو الفيديو مش طويل عامه يعني، انا قصه
عشان يبقى صغير، ولكن عايز بس اوري لكم المنظر العام بتاع الفيديو. هو فيديو دقيقة ونص، بس انا قصيت منه عملته نص دقيقة يعني، بحيث بس انتوا تعرفوا ان الفيديو ده شكله ايه وكان بيتكلم عن ايه يعني. طيب يا جماعة، احنا كده بعد ما شفنا الفيديو بقى مع بعض، تعالوا بقى نمسك الموضوع واحدة واحدة ونشوف ايه الموضوع نفسه، او ونشوف احنا مع بعض اهوت. هقول لكم ازاي الحامة دي مش مظبوطة. فاحنا الموضوع كله سهل وبسيط، احنا عرضنا فيديو وانتوا شفتوه، تعالوا بقى ناخد منه شوية صور كده ونثبت لكم ان الحاجة ديت مش مظبوطة. وعلى فكرة يا جماعة، اللي هيسمع الفيديو كامل هيتصرف بقى ويجيبه، يعني يعرف هو الفيديو ده بتاع مين ويتصرف ويجيبه ويسمع الفيديو من اوله لاخره. هيلاقي في الدقيقة 59 عارض الفيديو بنفسه بيقول، وعلى فكرة ده ما بيظهرش في كل الحمام. الله، يعني نظام السم في العسل. انا عارض حاجه اهوت بقول لك دهيت حمامه مستورده وديت مواصفاتها، وفي نفس الفيديو قلت لك ما بتظهرش في كل الحمام. يعني انا ابيع لك حمام وما فيهوش الصفه دي، فترجع تقول لي ده ما فيهوش ازاي مستورد؟ اقول لك ما انا قايل في الفيديو ان هي ما بتظهرش في كل الحمام. المعلومه الصحيحه: عضله الصدر، ازدواج لحم الصدر او الصدر الاستثنائي، ده بيظهر في كل سلالة الحمام المستورد بكل الوان. ما بيظهرش في كل الحمام، دي معلومة غلط. الحمام المستورد يا جماعة الصدر الاستثنائي عنده بيظهر في كل الاجيال، ما فيش حاجة اسمها ما بتظهرش. يبقى كده المعلومة الغلط ان هو ما بيظهرش في كل الاجيال، لا، المعلومة الصح ان هو بيظهر في كل الاجيال. ده جين قوي جدا وبيظهر في كل الحمام المستورد. تمام كده؟ يبقى كده اول معلومه. في فيديو بقى سابق لنفس الشخص، يعني عشان تعرفوا موضوع السم في العسل، يعني كان بيوثق اللحظه بتاريخ مميز في شهر اكتوبر، بيقول فيه ده تاريخ مميز وعايزين نوثق اللحظه، واحب ابشركم واقول لكم ان كل الوان الحمام اللاحم موجوده بفضل الله. ماشي. وفي نفس الفيديو قال محدش يتصل يحجز مني حمام. في نفس الفيديو. الله، انت عندك وما بتحجزش، وعندي ومش ببيع، وعندي ومش مصور، وعندي ومش بعرض بقالي 2.5 سنة. اكيد الناس هتشك فيا يعني. وللأسف هو الشخص ده بالذات مع تواصلي معاه شخصيا يعني اكتشفت ان هو لا يفرق مع حد يقول على نصاب، ولا يفرق معاه اي حاجة. اللي بيفرق معاه بس. طيب، هو يعني في الفيديو قال عنده كل الالوان وعنده بس ما حدش اتصل يحجز لك. عندك حمام مستورد سيلفر؟ طبعا مستحيل. مش عندك واتراهن معاك على اللي انت عاوزه. امال ايه موضوع؟ يعني السيلفر نفسه مش عندك، السيلفر اللي هو اصلا اشهر لون في الحمام اللاحم مش موجود عندك. يبقى ازاي بتطلع تقول عايزين نوثق اللحظه وتقول عندك كل الوان الحمام اللاحم اذا كان اشهر لون فيه مش موجود عندك؟ واتراهن معاك طبعا قدام الناس كلها. طيب نرجع لموضوعنا. انا بس حبيت اعرف الناس انت بقالك 2.5 سنة شغال على الحوار ده، حمام مستورد، حمام بختم الشركه، لدرجه انت قلت في بعض الفيديوهات عندك ده انت بتعلق للناس تقول لهم عندي حمام بختم الشركه من 2011. يا راجل 2011 بتهيألي انت ما كنتش تعرف يعني لحم فرنساوي اصلا. فانتوا تعالوا بقى نعرض الصوره اهيت زي ما انتوا شايفينها كده على الشاشه. دي حمامه طبيعيه خالص، حمامه يعني انا ذبحتها وقلت اصور، ولكن هي دي كان قدرها كده. سبحان الله، ربنا مقدر الاشياء ان انا هستغلها في الفيديو ده في اليوم ده علشان هيحصل كذا كذا كذا. دي الصورتين، صورة الضفدع تمام وصورة الحمامة الطبيعية. انتوا بقى ملوا عينكم بقى، بصوا على الحمام، بصوا شوفوا الحمامة دي عاملة ازاي ودي عاملة ازاي، شوفوا الطبيعة حلوة ازاي عاملة ازاي.
الله، طب انت عرفت منين يا ابو صدام الحمامه شكلها مش باين؟ انا فعلا بقول لكم ان هي فعلا مش باينه، وفي الفيديو بالذات مش واضحه قوي وتخدع اي حد وتنطلي على اي حد، ولكن برضو اللي عينه اتعودت على الحلو صعب جدا يقتنع بالوحش. تعالوا بقى مع بعض نعرف الفروقات بين الحلو والوحش او المضروب والسليم، ماشي؟ وهقول لكم الاول انا الموضوع فعلا في بدايته استبعدته، يعني انا قلت اكيد الحمامه دي فيها محقونه ميه زي الفراخ بتاعت زمان كده، ولكن استبعدت الامر. مفيش حد غاوي حمام يجي في دماغه يعمل حركه زي دي نهائي يا جماعه، مفيش حد يجي في باله ينصب بالطريقه دي. ولكن في بعض الاخوه كلمني على الواتس وبعت لي الرسائل اللي هسيبها لكم برضو على الشاشه دلوقتي، ده اللي اكد لي ان انا اللي انا استبعدته ده هو الصح، ان انا استبعدت ان هي محقونه ميه دي ان ده الصح. وزي ما انتم شايفين اللي عايز ياخد لقطه شاشه من الرسائل ويقراها براحته، تمام، او يوقف الفيديو ويقراها براحته. فده بدأنا ندور وبدأنا نبحث ونكبر ونشوف الفيديو اكتر من مره وكده. طبعا انا سميت يا جماعه طريقه الغش دي بطريقه الضفدع، يعني اي حد يشوف ضفدعه محطوطه في سوبر ماركت او بتنباع مدبوحه بالمنظر ده ما يشتراش، لان دي معبأه بالمياه جوه اللحم، تمام؟ وديت اسمها طريقه الضفدع، انا اطلقت على الاسم ده ما اعرفش، وهسمي الفيديو كده كمان. هنسيب بقى الصوره، نثبت الصوره بتاعت الحمامتين جنب بعض كده ونقول لكم بقى على الايه، على الفروقات اللي بينهم. اول حاجه خدنا بالنا منها لما دققنا النظر ان الحمامه جلدها مشدود، جلدها مشدود غصب عنه، مش ده الجلد الطبيعي. لو بصينا في دي هنشوف ان الجلد طبيعي وفيه متني كده وعادي، والفرق اللي في النص باين والدنيا مظبوطه، لكن الحمامه اللي ملعوب فيها منفوخه زي البالونه، مفيش بالونه، تمام؟ دي معموله الجلد بتاع الحمامه جلد عادي طبيعي، فلما زودنا تحته ميه واتنفخ اتشد، واتشد معناها ان هو ما عادش فيه تنايات في الجلد، وده مش منظر حمامه مذبوحه. يعني الحمامه المذبوحه يبقى جلدها كده بيتحرك على اللحم، لا ديت شايفين المنظر منفوخ بطريقه غريبه جدا يعني. ودي اول علامه خدنا بالنا منها ان الحمامه دي محقونه ميه. ده غير طبعا اماكن السرنجات اللي انا وريتها لكم في الرسائل بتاعت صديقي اللي كلمني. تاني حاجه الحمامه مش متناسقه، دي مش خلقه ربنا يا جماعه، دي حمامه ملعوب فيها. الحمامه لما تشوفها، هحط لكم صوره الحمامه الطبيعيه، شوفوا عامله ازاي، عينك ترتاح، حتى وهي مذبوحه عينك ترتاح لها. حمامه خلقه ربنا طبيعيه. شايفين الحمامه الثانيه ديت ضفدعه، بطن قد كده وجناح قد كده وورك قد كده، مفيش تناسق خالص بين الجناح والورك وبين حجم الصدر المنفوخ ده. يعني لما تشوف الحمامه انت تشمئز، دي مش شكل حمامه يا جماعه، ربنا خالقها كده، دي ملعوب فيها. هنكبر لكم الصوره شويه ونحط لكم وركين الحمامه المستورده والحمامه اللي منفوخه، حمامه الضفدعه، هسميها حمامه الضفدعه. هنحط الورك بتاعها جنب بعض زي ما انتم شايفين كده. ورك الحمام المستورد قصير سنه ومحمل تخين عن التاني، وفي نفس الوقت اللي هيسمع الفيديو هيلاحظ ملاحظه خطيره، دي قالها لي بقى واحد صديق من بره مصر. قال لي ورك الحمامه في الفيديو، في نفس الفيديو خلي بالكم بتاع الشخص، ان ورك الحمامه المستورد هو ورك الحمامه المحلي، لو حطيناهم جنب بعض هتلاقيهم هم بالظبط. طب ازاي دي مستورده وازاي دي محلي؟ اكيد في فرق، لازم يكون في تناسق. هنيجي بقى للغش والنصب اللي بيحصل في الموضوع كله بسبب ايه؟ بسبب الصدر المزدوج، اللي هو الصدر الاستثنائي اللي احنا قلنا عليه بنعرفه عن طريق القارب المقلوب، والحمام في عمر 28 يوم اللي هو عمر الفطام. هو الغش كله بيحصل في الموضوع ده بسبب ان عايز يثبت للناس ان انا عندي مستورد، فعايز هو ما عندوش، فيعمل ايه؟ يقوم يغش الناس وعايز يوصل لهم المعلومه باي شكل. ايه الاسباب اللي بتدفعه انه يعمل كده؟ احنا لسه ما نعرفهاش. طيب الفرق الرابع اللي احنا هنقول لكم عليه، عضلة الصدر دي يا جماعة بتبقى زي البشر كده، عضلة صدر بارزة شوية وعضلة صدر بارزة شوية، والعظم اللي في النص ده ساقط شوية. فالحمامة لما بتندبح بتبقى بالمنظر الطبيعي، هوري لكم صورتها. المنظر الطبيعي عادي خالص، الحمامة في فرق في النص كده والجلد لازق في اللحم، وفي فرق عامل كده،
والصوره هسيبها لكم الطبيعيه يعني. فالفرق هنا الجلد لازق تحت ونازل، وبين في انايه في النص، في فرق كده في النص غويط شويه، والعضله بارزه من ناحيتين. ده الطبيعي، الحمام مدبوحه بتظهر بالمنظر الطبيعي ده. الحمام المنفوخه بقى لما بتحط بقى في الميه تحت الجلد في اللحم، فيقوم ينفخ الجلد، فلما الجلد يتنفخ فبقى كله حته واحده، بقى عامل زي البالونه كده، تمام. ما عادش الفرق اللي في النص ما عادش باين، الفرق اللي في النص ده ما عادش باين. وطبعا هسيب لكم الصور اللي توضح لكم الامر ده بالظبط. طبعا بعد ما دققنا النظر وكنا اصلا والله العظيم مستبعد الموضوع ده نهائي، ولكن بعض الاشخاص كلموني، اللي قال لي ده نصاب، واللي قال لي الحمام محقون، واللي قال لي ده نافخه، واللي حاجات كتير. بقى سؤال يا صديقي النصاب، انت بتعمل كل ده ليه؟ يعني انت عايز تثبت ان انت عندك لاحم فرنساوي مستورد ليه؟ ما احنا بعتنا لك ناس تاخد منك حمام مستورد، قلت ما عنديش. بعتنا لك ناس تحجز، قلت ما بحجزش. بعتنا لك ناس تاخد حمام ملون، قلت ما عنديش. طب انت ليه عايز تثبت ان انت عندك وانت ما بتبيعش ولا بتحجز ولا اي حاجه؟ على فكره انا مش كنت بعمل كده لسواد عيونك ولا حاجه، انا كنت عايز فعلا اشتري منك حمام ملون وحمام من مستورد، علشان احط لك الاثنين جنب بعض واعرفك بالدليل القاطع ان ده اللي عندك ده مش مستورد. ممكن تكون انت اندحك عليك، فما تضحكش على خلق الله. يعني لو انت اتنصب عليك او انت اندحك عليك ولبست في حاجه، ما تروحش تلبسها للناس. هقول لك معلومه كمان، انت ومحمود انت مش عارف والله محمود عامل معاك ايه، والله ما انا عارف. ما حدش يسالنا يا جماعه مين محمود ده واحد صاحبي انتوا ما تعرفوش. الحمامه اللي انت كنت منزلها من 2 و5 شهور دي تقريبا، وتقول قريبا في مصر وهبلتنا ولا شفناها ولا شفنا اي حاجه زيها ولا عرضت اي حاجه بقالك 2.5 سنين. الحمامه دي بختم معيز، ده ختم معيز يا غالي ايه؟ بص يا صديقي النصاب، انا لحد دلوقتي مش قادر اعرف انت بتفكر ازاي ولا عايز تعمل ايه، ولكن هي السلاله دي هتوصلك في يوم من الايام. احنا ما بنحوش حاجه عن حد اولا، ولكن احنا بنحوش السلاله دي من التجار، بنحوشها من الناس اللي حاسين ان هم ممكن ينصبوا بيها على خلق الله، تمام. بنحاول بقدر الامكان نتحرى الدقه في الناس اللي بتشتري مننا حمام. فهي كده شئنا ام ابينا هتوصلك عن طريق حد، هتوصلك عن طريق حد شاري مننا، حد خد مننا وبيبيع، ايا كان السلاله دي هتوصلك باي طريقه كانت. طب انت بقى اما توصلك قول عندي واطلع صورها. انت اللي ما عندكش حاجه تعبنا معاك بقالنا 2.5 سنين ليه؟ هي كده السلاله دي هتوصلك عاجلا او اجلا، شئنا ام ابينا هتوصلك. بس انت بقالك 2.5 سنين عامل دربكه على النت، وانت ما عندكش حاجه. طب ليه؟ انا لحد دلوقتي مش قادر اوصل لايه؟ لسبب يخليك تعمل اللي انت بتعمله. كده منين ما تجيب السلاله دي يا باشا، ما تطلع تصورها وتقول عندك، وقول لنا وعرفنا، وهناخد منك وهنبعت لك ناس. الموضوع مش زي ما انت متخيل والله. انت عارف محمود صاحبك، محمود ده اتصل بيا ترجاني، حذفت له جزء من فيديو يخصه وقال لي ماليش دعوه بيه وما اعرفوش. محمود بيلف يعني فاضل عليه يخبط على البيوت يسال الناس بيت عندكم حمام فرنساوي انا عايز. طب ما انت صاحبه يا عم تديله يا عم. انت مش عندك حمام بختم الشركه من 2011؟ ما تديله حمام من ختم الشركه، ما تديله حمام ملون يا عم. اللي قرفنا في عيشتنا ده وعايز حمام من كل ان عمال يخبط على البيوت، فاضل ان هو يعمل كده عشان ياخد حمام ملون. هو صاحبك صديقك الصدوق اللي ما كانش يعرف ان انت عندك حمام بالختم غير يوم ما نزلت المنشور. يا محمود والله يا محمود انا مش عارف اعمل معاك ايه. يلا الله المستعان. يا رب الفيديو يعجبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.